بيبدأ الفيلم بليلة زحمة في السينما مع واحد اسمه بول بيشغل الفيلم للناس، وبعدين بيحاول يضيع الوقت فبيقرأ كتاب عن الأشياء الغامضة في العالم، وكان دايما لابس لمبة على راسه واللي كانت بتضايق الناس. لكن فجأة الكهرباء بتقطع في المكان كله، فبيستخدم بول الكشاف بتاعه علشان يبص حواليه، وبيتفاجئ إنه مش سامع أي صوت حتى صوت الفيلم. ولما نور الطوارئ بيشتغل بيتصدم بول لما بيلاقي إن كل الناس اللي في السينما اختفت ما عدا هو، رغم إن هدوم الناس واكسسواراتهم لسه موجودة. فبيروح بول يدور في المول وبيلاقي حارس أمن كان معاه كشاف وبيقول له إن هو كمان ما شافش حد، فبيتعاونوا مع بعض عشان يفتشوا المول. وبيدخل الحارس لمحل ملابس بعد ما سمع صوت جاي من جوه، لكن فجأة بيختفي هو كمان. في اللحظة دي النور بيقطع تاني وبول بيشوف ظل جاي ناحيته. في نفس الوقت روزماري كانت في المستشفى ومعاها كشاف وبتدور على أي حد لسه عايش، ولكن بتلاقي نفس الوضع، كل حاجة ضلمة والناس اختفت وسابت هدومها وراها. ولما بتوصل لغرفة العمليات بتتضايق لما بتلاقيهم سايبين راجل في نص العملية، والراجل كان بيترجاها تساعده. لكن فجأة نور الطوارئ بيقطع وكشاف روزماري بيقع على الأرض، ولما بتاخد الكشاف تاني بتكتشف إن الراجل اختفى هو كمان. فبتتصدم روزماري وبتفضل تنادي على ابنها المفقود. وتاني يوم الصبح مذيع الأخبار واللي اسمه لوك بيصحى من النوم وبيطفي الشمع اللي مراته سايباه من الليلة اللي فاتت، وبيتفاجئ إنها مش موجودة، لكنه بيبدأ يومه عادي من غير ما يلاحظ الظل اللي بيتحرك. وبيتفاجئ إن التلفزيون والموبايل مش شغالين وفي مية قدام التلاجة، وبيلاقي كمان الأسانسير عطلان وفيه هدوم واقعة على الأرض، وحتى حارس الأمن اختفى. فبياخد جورنال وبيطلع يقراه بره، لكنه بيلاحظ إن ده مش جورنال النهاردة، وبيدوس على نظارة من غير ما ياخد باله، وبيبص حواليه وبيلاقي المدينة كلها فاضية والعربيات واقفة في كل حتة. وفجأة بيلاقي طيارة بتتحطم في نص الشارع، فبيتأكد إن في مصيبة حصلت، فبيجري على مكان شغله علشان يفهم إيه اللي بيحصل. لكنه ما بيلاحظش الظل اللي بيتحرك على الحيطة، وبيدور في كل أوضة لكن ما بيلاقيش حد، وكل الراديوهات بطارياتها خلصت. وفي اللحظة دي بيلاحظ الظل اللي بيتحرك، فبيروح لوك وراه، لكن الظل بيختفي. وبعد 72 ساعة بنلاقي لوك عمال بيجري في شوارع ضلمة وماسك كشاف، وكان اتعلم ازاي يبعد الظل عنه. ودلوقتي بينط من عربية لعربية يمكن يلاقي واحدة شغالة، لكن فجأة واحد بيخبط على شباك العربية وبيطلب منه كشاف علشان ولعته هتخلص، لكن لوك بيرفض يساعده. فبيحاول الراجل يجري بعيد، لكن ولعته بتطفي والضلمة بتبلعه هو كمان. بعد كده لوك بينزل من عربية وبيبدأ يلم أي حاجة يلاقيها، بس ما بياخدش باله إن في بنت صغيرة بتراقبه من بعيد واسمها بريانا. لوك بيلاقي عربية ثانية لسه منورة، لكن ما كانش فيها كهرباء كفاية علشان تتحرك. ولما بيفتش العربية بيلاقي فيها مسدس، بس فجأة بيسمع صوت قريب فبيجري ناحيته، وبيكتشف إنه جاي من كافيه كان لسه شغال وفيه كهرباء. ولما بيدخل بيلاقي المكان فاضي، فبياخد كل البطاريات اللي بيلاقيها وبيقعد يشرب حاجة وهو بيبص على خاتم جوازه القديم. في اللحظة دي النور بيبدأ يرعش، فبينزل لوك للبدروم وبيلاقي مولد الكهرباء اللي مشغل المكان، وبيتأكد إنه شغال كويس. لكن فجأة بيلاقي واحد اسمه جيمس بيهدده ببندقية، فبيضطر لوك يرمي مسدسه ويرجع خطوة لورا، وبيحاول يهدى ويرجع يكمل مشروبه، لكن جيمس بيضرب طلقة في الهوا عشان يخوفه. فبيتعصب لوك عليه وبيزعق له وبيقول له يا ابني انت ما تقدرش تقتل فرخة حتى، وبيقول له يهدى شوية لأن ممكن ما يكونش فيه ناس غيرهم لسه عايشين. فبيقول له جيمس إنه شافه قبل كده في التلفزيون، وإن أمه كانت بتشتغل هنا في الكافيه، وإنه مستني أمه ترجع لأنها راحت تشوف كنيسة كان فيها كهرباء لكنها لسه ما رجعتش، وإن مولد الكهرباء مفهوش وقود كافي. فبيقول له لوك إنهم لازم يمشوا دلوقتي ويسيبوا المدينة، لكن جيمس بيرفض وبيقول له إنه هيقعد يستنى أمه. فبيتعصب لوك عليه وبيقول له إن الساعة دلوقتي 11 صباحاً ولسه الدنيا ضلمة، وإن كل يوم الشمس بتطلع متأخر وبتغرب أسرع، وإن النور هيقل كل يوم عن اللي قبله لحد ما هيجي وقت ما فيهوش غير الضلمة. وبيقول له كمان إن أمه مش راجعة وإنهم لازم يمشوا قبل ما طاقة المولد تخلص. وفي اللحظة دي بتدخل عليهم روزماري، وكانت لسه بتدور على ابنها وهي منهارة، وبتمسك مسدس لوك وبتضرب نار في الهواء، وبتقع على الأرض وهي حاسة باليأس والإحباط. وفي مكان قريب منهم بيصحى بول في الشارع وراسه بتنزف، لكنه بيقدر يزحف لموقف الأتوبيس وكان لسه فيه نور. في نفس الوقت روزماري بدأت تهدى شوية، ولما جيمس بيسألها هي دكتورة ولا إيه، فبتفتكر اللي حصل ليلة المأساة لما كانت بره في استراحة تدخين، وفجأة كل النور قطع وسمعت صوت صريخ، فجريت على البيت واتصدمت لما لقت ابنها والدادة اختفوا هم كمان. ولأنها عارفة إن أبو ابنها كان بيشرب في الكافيه ده، فجت تشوفهم لو كانوا جم على هنا،
وبتقول لهم إنها نجت بفضل اللمض النيون. وفجأة بيسمعوا صوت بره الكافيه، ولما بيطلعوا بيلاقوا بول بيصرخ وبيطلب المساعدة، لكن لوك بيرفض يساعدهم. بس روزماري وجيمس أصروا إنهم ينقذوه، فبيضطر لوك يروح ينقذه وبياخد معاه كشاف وبيجري بسرعة ناحية بول وبيتجاهل الظل اللي بيتحرك حواليه. ولما بيوصل لبول بيشيله وبيتحرك بيه، لكن الكشاف بتاعه بيفصل والظل بيبدأ يقرب منهم، فبيولع شعلة وبيرفع بول وبيجري ناحية الكافيه. وفي نفس الوقت جيمس بيتهياله إنه سمع صوت أمه، فبيحاول يطلع بره علشان يشوفها، لكن روزماري بتوقفه قبل ما يفتح الباب والظلام يدخل. وفي الشارع لوك بيقع ورجله بتتصاب والظل بيحوطه، لكنه بيقاوم وبياخد بول وبيتحرك بسرعة، وروزماري بتفتح لهم الباب وبتدخلهم وبتقفل على طول. بعد كده لوك بيحط لزق على رجله المجروحة، وروزماري بتعالج الجرح اللي في راس بول، ووقتها بيحكي لهم على اللي حصل في المول، وبيقول لهم ان الكهرباء قطعت وانه اتضرب من كائن مجهول وانه متأكد انه اتخطف لمكان ما. لكن لما النور رجع لقى نفسه في الشارع. لوك مش مصدق ان بول اتخطف، لكن بول بيحلف ان ده حصل فعلا، وان المكان كان ضلمه جدا وما قدرش يشوف وش الكائن، لكنه كان بيسمع همسات بس ما قدرش يصرخ، وكان بس بيقاوم عشان يفضل عايش. روزماري بتقول ان اكيد في سبب لاختيارهم هم بالذات، وان ده ممكن يكون عقاب الهي. فبيتعصب لوك وبيمسك جيمس وبيسالها لو في طفل يستاهل يتعاقب بالشكل ده، لكن كلهم سكتوا فجاه لما النور بدا يرعش وبيشوفوا الظل بيتحرك. فبيقول لهم بول يفصلوا كل الاجهزه عشان طاقه المولد تكفيهم وقت اكتر. فبينزلوا للبدروم وبيفحصوا المولد. لوك بياخد باله ان في باب مقفول تحت، فبيقول له جيمس انه مخرج طوارئ، وبيضرب المولد برجله فبيلاقي فيه وقود كافي، لكن النور بيرعش تاني والظل بقى مرعب اكتر. فبيروح لوك ساحب بول بعيد عن المولد، وبعد ما بيهدى بيحكي لهم بول قصة مستعمرة روانوك المفقودة، وإن في سنة 1587 117 واحد كونوا أول مستعمرة إنجليزية على الجزيرة دي، لكن لما سفينة الإمدادات وصلت اكتشفوا إن المجتمع كله اختفى من غير أي أثر، والشيء الوحيد اللي لقوه كان كلمة كرواتان منحوتة على شجرة، ومحدش كان يعرف معناها إيه، لكن بول بيعتقد إنها كانت تحذير للمستعمرة قبل ما تختفي كلها من على وجه الأرض. وفجأة بول بيغمى عليه من شدة الألم اللي كان في راسه، فبياخدوه لترابيزة البلياردو وبتروح روزماري تعالجه، وبيروح لوك يجيب له تلج، لكنه فجأة بيحس بالإحباط وبيفضل يعيط وبيقلع خاتم جوازه، وبيفتكر اللي حصل يوم المأساة وهو بيتبع الظل. يومها دخل المسرح الرئيسي والكهرباء رجعت فجأة وخلت الكاميرات تتحرك، فبيفحص لوك آخر حلقات اتصورت واللي اتقطعت بسبب الظل، وبيشوف نفسه متصور بكاميرا الفيديو وبتظهر زوجته برضه في البث، وبيسمع صوت أخوه اللي مات من 3 سنين وهو بينادي عليه في الضلمة وبيقول له إن الظل بيستخدم الحيل عشان يجذب الضحايا، وبينصح الناس يثقوا فقط في الكشاف اللي في إيديهم. وبعدين الكهرباء بتقطع تاني وبيسمع لوك صوت في الضلمة، والظل فضل يطارده لحد ما دخل أوضة، فبيخلع لوك الستاير عشان يدخل النور، وفعلا الظل بيختفي. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وبيقول لوك للباقيين إنهم لازم يمشوا قبل ما المولد يفصل خالص، وإن النور ده ممكن يكون فخ بيجذب الناس للظل. فبتقول له روزماري إن يمكن هم في الجانب الغلط، وإن المكان اللي هم فيه جهنم، والظل ده ممكن يكون الجنة، وإن الصوت ده ممكن يكون صوت ناس بتحاول تتلم مع حبايبها وبترفض تمشي من غير ابنها. فبيتعصب لوك وبيقول لها إن في عربية ممكن تكون لسه شغالة، وساعتها هيقدروا يلاقوا مستشفى لبول ويقدروا يدوروا على ابن روزماري وأم جيمس. بعدها النور بدأ يرعش تاني، فبيقول لهم لوك إن دي فرصتهم الوحيدة ولازم يستغلوها، وفعلا بيوافقوا يمشوا من المكان. وبيخرج لوك وروزماري يجيبوا العربية، وجيمس بيقعد جنب بول، وقبل ما يمشي لوك بيدي مفتاح عربيته لجيمس وبيقول له إنها ميدالية للحظ. في الوقت ده روزماري بتطمن على بول واللي كان فاق وبدأ يتحسن، وبيشكرها على رعايتها واهتمامها. بعدها لوك وروزماري بيخرجوا والنور بيفضل يرعش، وجيمس بيقعد جنب بول واللي كان عمال يقول حاجات ملهاش معنى. ولما بينام النور بيرعش تاني، فبيحاول جيمس يصحيه، فبيقول له بول إنه عايز يسمع موسيقى، فبيروح جيمس يشغل الجوك بوكس، وده خلى المولد يستخدم طاقة كتير وخلى النور يرعش تاني. لكن صوت الموسيقى خلى جيمس يسرح ويتخيل المكان مليان ناس، وبيفتكر أمه لما كانت لسه في الكافيه. لكنه بيرجع فجأة للواقع لما بيسمع بول بيصرخ من الوجع، فبيجري جيمس عليه عشان يهديه، وبعد كده بيروح الحمام يجيب شوية مية. في اللحظة دي النور بيقطع تماما كام ثانية، وأول ما النور بيرجع
بول بينادي على جيمس بس مفيش أي رد، فبينزل من على الترابيزة يدور عليه، بس بيلاقي حاجاته مرمية على الأرض. فبيقلق جدا وبينزل يدور عليه في البدروم، وهناك بيلاقي باب الطوارئ مفتوح فبيعدي منه، وبيلاقي نفسه في ممر طويل منور بنور أبيض قوي، وبيسمع صوت جيمس بينادي عليه. فبيروح بول يدور عليه لحد ما بيوصل لباب في آخر الممر، بس لما بيفتحه بيلاقي وراه حيطة طوب، فبيتنرفز جدا وبيبدأ يخبط على الطوب، وساعتها النور اللي وراه بيبدأ يطفي واحدة واحدة، والموسيقى اللي كانت شغالة في الجوك بوكس بتشتغل تاني، وبيظهر ظل في الممر، والضلمة بتغطي بول وهو عمال يقول لنفسه أنا موجود، لكن فجأة بيختفي. بعدها بنكتشف إن بول في الحقيقة كان لسه على الترابيزة، وإن الكهرباء قطعت بس كام ثانية، ولما النور رجع جيمس كان لسه في الحمام، فبيخرج يدور على بول بس بيكتشف إنه اختفى، والنور رجع يرعش تاني، فبيجري جيمس على البدروم عشان يشوف المولد. في نفس الوقت كانت روزماري ولوك بيجروا على العربية بأسرع ما يمكن عشان كشاف روزماري فصل فجأة، وبدأوا يزقوا العربية ناحية الكافيه، بس رجل لوك المصابة بدأت توجعه، فبيضطروا ياخدوا استراحة. وهم قاعدين روزماري بتحكي له عن قصة ابنها اللي لسه بيتعلم الكلام، وساعتها لوك بيقول لها إن مراته في شيكاغو لكنه متأكد إنها مش عايزة تشوفه تاني. وفجأة بيفصل كشاف لوك، لكنهم بيلاقوا نور جاي من بعيد، وبتطلع بريانة ومسلطة كشافها عليهم، لكنها بتجذب انتباه الظل اللي بيبدأ يقرب منهم، فبيقول له لبريانا تيجي معاهم، لكنها بتجري بعيد، وبيحاول لوك يجري وراها بس رجله المصابة بتخليه يقع على الأرض. وقبل ما الظل يوصل له روزماري بتقدر تشغل كشاف العربية، والنور بيبعد الظل عن لوك اللي بيرجع لها بسرعة. وبعد ثواني نور العربية بيبدأ يضعف، وبيشوفوا ظل غريب بيتحرك جوه الضباب، فبياخد لوك شوية قطع من عربيات تانية وبيعمل منهم شعلة نار، بس بيكتشف إنهم نسيوا الولاعة في الكافيه. وفجأة روزماري بتطفي كشاف العربية وبتجري وبتشد لوك معاها لحد ما بيوصلوا للمستشفى، وبيلاقوا الباب مقفول، فبيضطر لوك يضرب عليه نار عشان يفك الكالون، وفعلا بيقدروا يدخلوا جوه. ساعتها بتعترف روزماري إنها مش شغالة في المستشفى ولا حاجة، وبتلاقي علبة كبريت فبتولع الشعلة، فبيقول لها لوك إنهم كده جاهزين يتحركوا، بس روزماري بتقول له يستنى شوية عشان تروح مخزن الأدوية تجيب كحول يخلي الشعلة منورة أطول. في الوقت ده لوك بيقرر يلبس خاتم جوازه تاني، بس فجأة روزماري بتسمع صوت بيبي بيعيط، ولما بتبص من الشباك بتفتكر إنه ابنها، فبتجري ورا الصوت لغاية ما بتطلع بره، وهناك بتشوف عربية أطفال تحت عمود نور، فبتجري ناحيتها بسرعة، ولما بتوصل بتلاقي العربية فاضية، ولوك بيسمع صوتها من بره وبيجري عليها، بس بيكون فات الأوان وروزماري بتختفي أول ما النور بيطفي. وبيترعب لوك لما بيشوف ظل على الحيطة على شكل روزماري، وبيجري بسرعة على العربية وبيبدأ يزقها بكل قوته. ساعتها كان جيمس لوحده في البدروم، وكان مرعوب لأنه شايف ظل على شكل إنسان بيقرب منه، بس قبل ما يحصل أي حاجة لوك بيدخل عليه وبيحضنه، بس جيمس بيتصدم لما بيعرف إنهم خسروا روزماري، لكن لوك بيوعده إنهم هيقدروا يعدوا سوا، فبيركبوا المولد في العربية، ولوك بينزل البدروم علشان يكمل التوصيلة، وجيمس بيحاول يدور العربية، وبعد كام محاولة بتشتغل أخيرا، بس ده بيخلي الكافيه يفصل كهرباء، والظل بيبدأ يطارد لوك، لكنه بيجري بسرعة وبيوصل للعربية وبيركب جنب جيمس. ولأنه كان مرعوب بيسوق العربية بالعكس، والكبوت مفتوح وما كانش شايف قدامه، وبعد كام شارع بيضطر يوقف العربية وبيطلب من جيمس يحط رجله على البنزين لحد ما ينزل يقفل الكبوت. وفي اللحظة دي جيمس بيلاحظ كنيسة منورة، فبيجري ناحيتها وهو بينادي على أمه، وبيتجاهل لوك اللي كان عمال يقول له يرجع، لكن علشان كان خايف يخسر العربية فبيضطر يسيبه ويمشي. لكن وهو في الطريق للشيكاغو بيشوف كلمة كرواتن مكتوبة على كوبري، وده بيخليه يعيد التفكير في كل حاجة. وفي نفس الوقت جيمس بيدخل الكنيسة وبيكتشف إن الظل بدأ يسيطر على المكان، وبيلاقي شموع كتير على المذبح، وجنبها ظل بينادي عليه بصوت أمه، وفي اللحظة دي بيحاول الظل يهجم عليه، لكن لوك بيدخل الكنيسة بالعربية وبينور المكان كله، وفضل لوك يزعقه علشان يركب العربية، لكن جيمس بيرفض وبيقول له إنه لقى أمه، بس لما بيبص تاني على المذبح بيلاقي بس هدومها مرمية، فبيتأكد إن أمه اختفت فعلا، وبيحاول لوك يواسيه، بس كشاف العربية بيفصل، ولوك هو كمان بيختفي وبيسيب وراه الخاتم بتاعه، والظل بيرجع يغطي الكنيسة، وجيمس بيقعد في دايرة الشموع وعمال يردد اسمه ويقول لنفسه أنا موجود،
وشمعة ورا التانية عمالة بتنطفي، والضلمة بتبلع المكان كله. وتاني يوم الصبح الشمس بتطلع أخيرا، وجيمس بيصحى في الكنيسة وبيتفاجئ إن في شمعة واحدة فضلت منورة طول الليل. في اللحظة دي بريانا بتزهق وبتقوله إن ده سريرها، ولما جيمس بيحاول يمشي بتطلب منه يفضل معاها، وبتقوله إنها عاشت بفضل كشاف بيشتغل بالطاقة الشمسية. وفي المقابل جيمس بيوريها تميمة الحظ بتاعة لوك، ولما بيخرجوا بره بيلاقوا حصان بياكل تفاح واقع على الأرض، فبيقرروا يركبوه ويسيبوا المدينة. ولما الدنيا بتليل الظل بيبدأ ياخد شكل لوك وبول وروزميري، وهمس أصواتهم بيتكرر في الهواء، فبيحاولوا الطفلين يبعدوا عن الظل بكشاف بريانا، بس مستقبلهم لسه غامض ومجهول. بس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.